بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى درسنا عن أقسام المنادى. النوع الأول من أنواع المنادى هو المضاف. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة أهل منادى مضاف، كلمة الكتاب مضاف إليه، إذن أهل مضاف والكتاب مضاف إليه. المنادى نوعه هنا مضاف. وقال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكلمة صاحبي منادى مضاف، وكلمة السجن مضاف إليه. المنادى المضاف يجب نصبه، فكلمة أهل منصوب بالفتحة، وكلمة صاحبي منصوب بالياء لأنه مثنى. أما النوع الثاني من أنواع المنادى يا أعزائي هو الشبيه بالمضاف، ومعناه هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. مثال: يا رفيقا بالعباد ألطف بنا. رفيقا منادى شبيه بالمضاف، وهو اتصل بكلمة بالعباد. رفيقا بماذا؟ بالعباد، فكلمة العباد من تمام معناه. يا طالعا جبلا، طالعا منادى شبيه بالمضاف، وكلمة جبلا من تمام معناه. يا جميلا خطه، جميلا منادى شبيه بالمضاف، وكلمة خطه من تمام معناه. إذن المنادى الشبيه بالمضاف يجب نصبه. أما النوع الثالث من أنواع المنادى فهو النكرة غير المقصودة، بمعنى هي الباقية على إبهامها وشيوعها، ولا تدل على فرد مقصود بالمنادات معين. يقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. يا رجلا، أي رجل؟ غير مقصود رجل بعينه. يا رجلا، فكلمة رجلا نكرة غير مقصودة. يقول الواعظ: يا غافلا والموت يطلبه متى تقلع عن الذنوب. يا غافلا، فكلمة غافلا لا يقصد الواعظ إنسان محدد، أي غافل، إذن هي نكرة غير مقصودة. والنكرة غير المقصودة يجب فيها النصب. رجلا غافلا. النوع الرابع من المنادى العلم المفرد، وهو ما ليس مركبا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فكلمة نوح علم مفرد. يا محمدان، كلمة محمدان علم مفرد وإن كان مثنى.
وكلمة يا عليون، يا عليون، عليون علم مفرد وإن كان جمعا. يا فاطمات أيضا علم مفرد وإن كان جمعا، لأننا قلنا المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن العلم المفرد المنادى يبنى على ما يرفع به. النوع الخامس من أنواع المنادى النكرة المقصودة، وهي النكرة التي يزول إبهامها بسبب ندائها مع قصد فرد من أفرادها والاتجاه إليه وحده بالخطاب. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، فكلمة نار نكرة مقصودة مبني على الضم. يا متخاصمان اصدقا القول، فكلمة متخاصمان نكرة مقصودة تبنى على الألف لأنها مثنى. يا مسلمون ارفعوا راية الحق، فكلمة مسلمون منادى نكرة مقصودة مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. يا معلمات حان وقت الدرس، معلمات نكرة مقصودة منادى مبني على الضم. إذن النكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به، فإذا كان مفردا يبنى على الضم نار، وإذا كان مثنى يبنى على الألف متخاصمان، وإذا كان جمع مذكر سالم يبنى على الواو، وإذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الضم معلمات. قلنا يا نار، يا متخاصمان، يا مسلمون، يا معلمات. القاعدة: المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة حكمه النصب. المنادى العلم المفرد والنكرة المقصودة حكمه البناء على ما يرفع به في محل نصب على النداء.
شكرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. إلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات.